السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى كحك العيد، كل سنة وانتم طيبين. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهقولك على التريكات كده اللي هتخليه يظبط معاكي بإذن الله، ويطلع احلى من الجاهز كمان. شايفين السوا بتاعه والحجم كمان، المين الصغنن ده بيكون حلو جدا. بتاخديها كده على بق واحد. هنفتح بقى كده الكحكة بتاعتنا. شايفين دي التسوية بتاعتها عاملة ازاي من تحت ومن فوق، واخدة كلها كده لون كده محمر وحلو جدا. التسوية بتفرق جدا في الحاجة بتاعتك اللي انت بتعمليها. يعني انا بعتبر ان التسوية هي نص العمايل. يعني انت ممكن تعملي الحاجة كويس جدا وفي التسوية ما تهتميش قوي او ما تعرفيش تسويها حلو، فتتبهدل منك ويروح مجهودك كله والخامات اللي انت حطاها كلها على الارض. زي ما قلت التسوية مهمة جدا، وهقولكوا على كل التفاصيل في الفيديو ده بإذن الله. شايفين بقى الذوبان بتاعها؟ بتكون ماسكة نفسها وفي نفس الوقت كده بتدوب في البق وبتكون حكاية. والملبن من جوه سايح. انا عامله لكم الملبن في فيديو منفصل قبل الفيديو ده على طول، علشان يكون سايح معاكي في الكحكه بتاعتك وما ينشفش منك. هجيب بقى الكميه بتاعتي او المقدار بتاعي ده، مقدار 2 كيلو. لو انت هتعملي كيلو هتعملي نص المقدار. انا هنا كده معايا 2 كيلو من الدقيق، عليهم كوبايه كبيره من السمسم المحمص، وعليهم معلقه صغيره مليانه من ريحه الكحك، وذره ملح، واربع معالق سكر بودر. الاتنين كيلو بتوعي هياخدوا كيلو من السمن، ولو انت عايزاه دايب قوي هتزودي معلقتين كمان فوق الكيلو، فوق كيلو السمنة. انا هنا كده هعمله مظبوط، يعني هو دايب وفي نفس الوقت ماسك نفسه. فهنستخدم للاتنين كيلو دقيق كيلو من السمنة. انا هنا كده مستخدمة سمنة كريستال. هجيب بقى السمن بتاعي، هسيبه يقدح او يسخن جامد على النار، وهتعرفي ان هو سخن خلاص كده لما تاخدي ذرة دقيق في ايدك كده وتنطريها كده على الوش، هتلاقيها فارت معاكي، هيبقى كده خلاص هو جاهز. هبتدي ان انا في الخطوة دي انزل بيه على الدقيق بتاعي على طول. هبتدي ان انا اقلب بالراحة كده بمعلقة، لانه بيكون سخن جدا على الايد. وهركنه شوية دلوقتي على جنب، عقبال ما اجهز الخميره بتاعتي. معايا كده كوبايه من الميه الدافيه، هنزل بظرف كامل من الخميره، لان انا مستخدمه 2 كيلو دقيق، عامله كميه كبيره. ومعاهم معلقتين من السكر علشان الخميره بتاعتي تشتغل. وابتدي ان انا اقلبها كويس جدا واغطيها وهركنها على جنب.